فيلم علامة وراثية أو نائب العائلة، لأنه هالفيلم فيه له اسمين. فيلم إيطالي أنتج عام 1975 من بطولة أدوج فينش ورينزو موتيجاناني، وبتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من النساء يسعون للحصول على ثروة رجل عجوز عاجز، وبيحوك المؤامرات الكثيرة والغريبة من نوعها للحصول على هذه الثروة. وبيبدأ فيلمنا من عند جيكامو الخارج من السجن لتوه، حيث بنشوف انه في مرة ناطرته على باب السجن، بس بتجي مرة تانية بسيارة فخمة وبتقنعه انه يروح معها، وفعلا بيروح معها، وبالطريق بيصيروا يحكوا شوي، وبنعرف انه هالمرة بدها من جيكامو انه يساعدها بخطتها للحصول على ثروة اخاها الملياردير عن طريق فضح زوجته إنس يلي كانت صاحبة جيكامو بالزمانات. وبيرجع لعند المرة يلي كانت ناطرته خارج السجن، وباليوم الثاني بيوصل جيكامو على الفيلا وبيصير يشتغل عندهم كخادم. وبتكون هالعيلة مؤلفة من الأب المقعد ومرته وأخته وابن أخته المراهق ماركو. وبتكون الخطة بين ماجدة الأخت يعني وجيكامو هي إنه يشوف الأب جيكامو مع مرته بوضع مخل مقابل 10 ملايين تعطيها ماجدة لجيكامو. وبتدور أحداث كتيرة ومثيرة وشيقة داخل هذا البيت. وبتكون الزوجة مصاحبة الشاب المراهق، وبنعرف انه هي كانت تشتغل بالزمانات بائعة هواء. وبعدين بتوصل الرائعة أدوج فينش او يلي بيكون اسمها سوزي، يا لب سوزي، على الفيلا، وبتلتقي بالأب وباقي أفراد العائلة، وبتعرف نفسها على أنها ابنته من نزوة سابقة لإله. وبعد التحقق من العلامة الوراثية يلي ما فينا أنه نعرضها حفاظا على الآداب العامة، بتطلع فعلا بنته. وجيكامو بيخبر الزوجة أنه متفق مع ماجدة على مؤامرة لكشفها للزوج والحصول على الثروة، وبيتفق مع الزوجة على مؤامرة للحصول هو وهي على الثروة. بس بتكون سوزي شايفتهم وبتصورهم بوضع يعني وبعد الكثير من الأحداث الدرامية والكوميدية الرائعة لن نتطرق لها حفاظا على متعة مشاهدة الفيلم، بتتفق سوزي وجيكامو على الحصول على الثروة. وبيصير الأب بده خدامة خاصة فيه، وفعلا تجي حبيبة جيكامو ماريسا وبتشتغل عنده على انها خدامة، وبتصير بتعامله بحنية وطيبة ورفق للحصول على ثقته. وبتكون في خدامة تانية بالفيلا، وبتشوف جيكامو وسوزي مع بعض، وبتكون ميولها البنت اسكت يا لساني، وبتخبر سوزي انها شافتها مع جيكامو، وبتطلب منها ما فيني احكي شو بدها منها بس اكيد فهمتوا علي. وبتروح وبتخبر كمان الزوجة، وبتروح سوزي وبتخبر أبوها على علاقة مرته مع جيكامو، وبتورجيه الصور يلي صورتها لإلهم. وبيعصب الأب وبيفرجي الصور لمرته، ومرته بتخبره إنه روح شوف بنتك كمان، وإنه هي منها أنظم مني. وبيروح وبيشوف سوزي مع الخدامة بوضع يا لطيف. وتاني نهار بيكون الجو متوتر وبيجمعهم على الغداء، وبالغداء بتصيبه هستيريا من الضحك، وبيكشف الكل وبيحط راسه وبيموت يا حرام. وبعدها بيروح الكل لعند كاتب العدل مشان الثروة، وبينصدموا انه كاتب كل شي باسم خادمته الجديدة الودودة. وبينصدموا اكتر وهن عم يطلعوا من الفيلا انه هالخادمة بتكون مرته لجيكامو، وبيحصل جيكامو ومرته على كامل الثروة، وبيخلص فيلمنا هون ودمتم سالمين.